تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فعلا يعني هذا الكلام ينطبق على العرب. آه، المقطع ده بلس 18 عشان اللي ما بيحبش يسمع الألفاظ يعني يتكل على الله من دلوقتي. طبعا القمة العربية اللي عملها الرئيس السيسي في مصر عشان الخطة المصرية لإعادة الإعمار، في ناس كتير غابت عنها زي بن زايد وبن سلمان وبتوع المغرب العربي، الخوالات بتوع المغرب والجزائر وتونس. طبعا بن زايد بن اللبوة ده اللي هو بيدعم حميدتي، بيدعم ميليشيا الدعم السريع في السودان عشان يقسم السودان، اللي هو أصلا صهيوني، راجل ابن عرس. والسفير بتاعه في أمريكا اللي طلع قال لك أنا مش شايف خطة بديلة عن خطة ترامب. طبعا مش هيجي. وبن سلمان الحاج أبو منشار اللي هو قتال القتلة ابن اللعب وده آخر، قال لك أنا مش هدفع فلوس في الأرض ونعمل إعادة إعمار وبعد كده حماس تعمل عملية ضد إسرائيل وبعد كده إسرائيل تخش تهد غزة تاني، ففلوسي كده راحت على الأرض. إنما لما ترامب يقول له المرة الأولانية أنا خدت 400 مليار استثمارات للسعودية في أمريكا، فالمرة دي عشان أجي السعودية أنا عايز 600. طبعا ده عادي يديله 600 مليار دول يبنوا غزة 10 مرات، يديله عادي. يقول له أمرك تحت أمرك يا باشا والفلوس هتيجي واللي أنت عايزه كله. إنما ال 50 مليار بتوع إعادة الأعمار لأ، حماس تسلم سلاحها الأول. وابن الخول التالت اللي هو بتاع الجزائر اللي كان بيقول لك يا مصريين يا مصريين افتحوا لنا الحدود، بدنا نحرحر نحرر فلسطين. ابن الخول اللي بيقول لك ليش تعملوا قمة في مصر، انا هيلم له بقى اتنين تلاتة من الخولات اللي جنبه، واخد بالك، ويعملوا قمة على قدهم. يعني الشغل احنا قاعدين في حضانة، قاعدين في حضانة بقصهم. فهم دول العرب، هم دول العرب. الامارات بتدور على مصالحها مع امريكا واسرائيل طبعا، والامارات بعيد، ما لا في حدود مشتركة ولا في مواجهات مع اسرائيل، ولا اسرائيل ال- المشروع التوراتي بتاعها مش هيمس الامارات في حاجة. وحتى السعودية اللي ترامب بيقول لهم 400 مليار مش هينفعوا واحنا عايزين 600. حاضر يا باشا، لو تريليون يا باشا هندفع، مفيش اي مشكلة عندنا. انما اعمار غزة والكلام الفاضي ده لا، فلوسهم هتبقى على الارض. انما يدفع لامريكا يقول له ادفع، يدفع على طول. ولاد الخول دي اللي قدرت تعمله مصر هتعمله. الخطة بقى يوافق عليها ترامب ما يوافقش عليها، ده اللي عندنا. وحماس رحبت بالخطة اللي عاملاها مصر، لأن مصر ما جابتش أي حوار، ما جابتش سيرة تسليم السلاح بتاع حماس. ولو حماس سلمت سلاحها خلاص يعني ما عادش في مقاومة ولا عاد في أي حاجة، وإسرائيل هتخش تاخد غزة في أي وقت وانتهت القصة على كده. ومش من مصلحة مصر إن حماس تسلم سلاحها، لأن ده عمق استراتيجي لمصر بس. فهم ولاد الخول الزعماء العرب، الحاج أبو منشار اللي أمريكا ولا 400 ولا المرة اللي فاتت، المرة دي احنا عايزين 600. حاضر يا باشا تحت أمرك اللي أنت عايزه. إنما لما يبقى في خطة لإعادة الأعمار يقول لك لأ، ده أنا هرمي فلوسي في الأرض وإسرائيل تهد غزة تاني. هم دول العرب، هم دول العرب اللي هيتوحدوا بقى وبتاع، ومع إن مصيرهم واحد يعني الدور جاي عليهم، جاي. وأجزاء من السعودية داخلة في الخطة التوريطية بتاعت إسرائيل، كده كده جاية لها يعني. آدي العرب.